مقام الرست نغم شرقي ولا يوجد عند الغرب مثله، والرست كلمة فارسية تعني الاستقامة، وهذا المقام يمتاز بالأبهة والفخامة ولا يوجد فيه مزحة من الحزن. كيف نتعرف على مقام الرست؟ نتعرف عليه من الطرق التالية: أولا التواشيح والمواليد الإسلامية. يتقاسم مقام الرست والسيقاء النسبة من حيث استعمالهما في التواشيح والمواليد الإسلامية، حيث يستخدم أغلب المنشدين والقراء نغم الرست لافتتاح تواشيحهم، وكذلك يستخدم بكثرة من قبل كبار قراء القرآن. إليك مثال في التتابع. هسه راح نقرأ نغم الرست ودائما قراء المواليد يقرون به. بل لم يكن علويا حين تنسبه، هذا نغم الرست. فما له من عظيم الدهر مفتخر مطهرون نقيات جيوبهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سائل يا سائلي أين حل الجود والكرم عند الجواب؟ إذا سؤاله قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. نجيب أي مولد انكتبت هسامي دفتر إمامي، أو باء ب15 شعبان مولد القائم، ب15 شعبان مولد القائم. قلبي الفرحتك سيدي ذاب وتفطر، قلبي لطلعتك سيدي ذاب وتفطر. جيم يمتى تهل علينا يا المهدي والله الفرج بدينا. والكثير من المواليد هي بنغم الرست. ثانيا الأذان، من أشهر وأجمل الطرق التي يؤدي بها المؤذنون الأذان هي الأذان بنغم الرست، ومنه نتعرف على هذا النغم بسرعة. إليك المثال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا نغم الرست. بينما بالحجاز شلون سويناه؟ هكذا بالحجاز: الله أكبر الله أكبر حتى تفرق. ثالثا اللطميات، يقرأ قسم من الرواديد قصائدهم بنغم الرست، وهناك لطمية مشهورة جدا وهي يحسين بضمايرنا، يقرأها الرادود الكبير المرحوم ياسين الرميثي طيب الله ثراه، هي من نغم الرست. وهذه الطريقة والقصيدة أفضل وأوضح مثال لنغم الرست. وإليك المثال من اللطميات والقعديات: أليف: يا حسين بضمايرنا أوصحنا بيك آمنا ولا صحت عواطفي با طفلة من يتام الغاضرية بالشامات وافتها المنية. جيم: المن هالشمع والمن الحنة جاسم من دما نحرة حنة.
دال السلام عليك يا ابن رسول الله. هذا نغم الرست. هالنوح يا زهرة على منها تنوحين نوحيك على المسموم له نوحيك على حسين. واو كربلائي أنا بل حسيني أنا كل شيء في دمي لحسين ينتمي فالحسيني أنا إلى آخره. وللمزيد راجع جدول مقام الرست في نهاية الكتاب. القرآن يستخدم معظم قراء القرآن نغم الرست لتجميل تلاواتهم ويحلونها كزخارف لحنية مع جمالية المفردة القرآنية، حيث إن هذا النغم فيه مساحات واسعة للتطريب. إليك مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. صدق الله العلي العظيم. استخدام نغم الرست في الأطوار الحسينية. استخدام هذا النغم في الأطوار الحسينية محصور جدا في أطوار الفائزي فقط، والتي هي أكثر من 10 أطوار. أما في النعي وقراءة المصيبة فهو غير مألوف. وإليك أشهر طورين. أكو بعض الخطباء يقرؤون في نعي الرست ولكن غير مألوف وما مشهور. أولا طور البحراني. البحراني يعني الفائز البطيء، ويسمى الفائز العراقي أيضا، وهو من أجمل الأطوار الحسينية وأشهرها، وأجود من قرأ به هو المرحوم الشيخ هادي الكربلائي قدس سره الشريف. إليك مثال: راح نقرأ طور البحراني، وأريد من عندك عزيز الخطيب أن يكون هذا البيت اللي راح أقرأ هو مفتاح لطور البحراني، ليكن هذا البيت من الشعر الشعبي الفائزي دائما في ذهنك، لأجل أن نتذكر هذا الطور. يعني كلما يذهب عنك هذا النغم اتذكر هالنوح يا زهرة على منه تنوحين بهاي الطريقة. وملاحظة أنه يأخذ جميع الأوزان الشعرية. طور البحراني هسه راح نسوي طور البحراني. هالنوح يا زهرة على منه تنوحين. راح يونون الجمهور. نوحك على المسموم لو نوحك على حسين. نجيب النغم مالت اللطمية. يا حسين بضمايرنا حنت ونادت والدمع بالخد بادي. ان تسألوني يا خلق كلهم ولادي. طبعا في أخير الشطر راح يكون شوية ثقل، يعني مو الخطوات تكون سريعة بطيئة، تبطأ شوية وتصير بمد هكذا. أن تسألوني يا خلق كلهم ولادي. لا كان صواب حسين ساطي في فؤادي، واعظم مصايبنا علي انا مصيبة حسين. الفائز السريع. ثانيا الفائز السريع، لم أجد اسما لهذا الطور فاسميته بالفائز السريع، لأنه يشبه الفائز البطيء بالضبط، نفس النغم، يعني يشبه البحراني بالضبط لكنه أسرع منه. ولم أسمع أحدا غير السيد جاسم الطويرجاوي حفظه الله ناعي الزهراء قرأ به وأجاد فيه مثل ما أجاد. لذلك ما عليك عزيز الخطيب إلا أن تتذكر طريقة السيد جاسم الطويرجاوي وهو يؤدي هذا الطور بصوته. طبعا الشيخ هادي الكربلائي قرأ به
ولكن السيد جاسم الطويرجاوي أكثر منه، فأخذ هذا الطور يعرف باسم طور السيد جاسم، مع العلم أنني اتصلت بالسيد وسألته عن اسم هذا الطور فقال لا يوجد اسم لهذا الطور، ولم أسمع أحد سمى هذا الطور. إذن هذا الطور اللي اشتهر به سيد جاسم نسميه الفائز السريع، والطور السابق البحراني فائزي بطيء. هكذا طور الفائز السريع. وين الفاجد الشبان وين الضايق اللوعة، هايم جاسم العريس بالعريس مفجوعة. طور جميل يستخدم في أيام المصائب. وين الفاجد الشبان خل وياي تتعنى، لم جاسم نريد نروح نساعدها على الونة، ونرد الحامة العريس ونجيم بحامته حنة، ونلقم الشباب تجول على بنها والعقل مذهول، أو تنعى على الولد وتقول يا شمامة المنسباح حرش الكبد مقطوعة. تدرب عزيز الخطيب على هذا الطور، طور جميل جدا وفيه لوعة وحزن وبكاء.